ازيكم عاملين ايه؟ ده هيكون الجزء ال11 من فقرة الجامد والاجمل، والفقرة دي نايمة ليها معانا شوية كتير، فاحنا هنصحيها دلوقتي وهنتكلم عن منتجين للبشرة. واحد حلو فيهم ينفع نستخدمه يومي، والتاني لذيذ بس مش هينفع نستخدمه يومي. فيلا بينا نبدأ الفيديو. طيب المنتجين اللي هنتكلم عنهم النهارده، انا كنت متكلمه عن كل واحد بأدق تفاصيله، وعامه انا مدخلش معايا منتجات خالص في فقره الجامد والاجمد الا لو انا متكلمه عنهم بتفاصيلهم كويس قوي، علشان يبقى عندنا مصدر نرجع ليه نسمع الفيديو بأدق أدق أدق تفاصيل. فاول واحد انا هتكلم عنه النهارده او هيدخل معانا في فقره الجامد والاجمد هو الغسول بتاع ايفا، ده اللي هو المفروض ريموفر ميك اب، اللي هو المفروض مزيل الميك اب. ده انا كنت متكلمه عنه وان هو قد ايه لذيذ وحلو، بس مش استخدام يومي، مش استخدام كل يوم خالص، هو استخدام بسيط، ابسط من البساطه. ده بالنسبه للجامد. اما اللي هيكون الاجمد معانا اللي هيكون الاختراع ده، لو خدت بالكم من الفيديو اللي فات، الفيديو ده هو قل شويه، فده طبعا دليل مؤكد مؤكد وصريح ان هو بيتاكل مش بيستخدم بس. ومعانا في فقرة الأجمد والجامد وكل الفقرات، لأنه لذيذ وجميل زي ما احنا شايفين، لأنه لذيذ وجميل زي ما احنا شايفين. فلو هنتكلم عن جامد وأجمد، لو هنتكلم عن جامد ده لأنه عادي، بس هو جامد برضه لأنه لذيذ وريحته حلوة وبينضف البشرة، بس مش استخدام يومي. لكن لو هنتكلم عن الأجمد منه والأخطر اللي ممكن تستخدمه في أي وقت ومش تحس إنه بيعملك أي حاجة في بشرتك غير إن هو بس بيرطب لك بشرتك، ده بعد ما بشرتك تاخد عليه. ممكن نرجع للفيديو الأصلي بتاعه عشان نعرف انا متكلمه عنه وقلت ايه بالظبط. فلو هنتكلم عن جامد واجمد، ده هيكون الجامد، ده هيكون الاجمد.